السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل كده وانت قاعد قدام شاشة التلفزيون وفجأة لقيته انه بيعرفك ويقترح لك افلامك المفضلة قبل ما تفكر فيها، يتحكم في البيت ويخليك عايش تجربة ممتعة زي الكمبيوتر والموبايل. كل ده مش خيال، ده الواقع، ده السمارت تي في. في الحلقة دي هنعرف ازاي التلفزيون تحول من مجرد شاشة عادية لجهاز ذكي، وايه الاسرار ورا التكنولوجيا اللي وراها كل ده. اهلا وسهلا بيكم، انا عصام محسن في عالم التكنولوجيا. ولو اول مرة تشوفني اشترك في القناة واعمل لايك وشير للفيديو وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. يعني ايه تقنية سمارت في الشاشات؟ كلمة سمارت معناها ذكي، والفكرة هنا ان التلفزيون مش مجرد شاشة عادية بتعرض برامج وقنوات، لكنها جهاز قادر على التفاعل معك ومع الانترنت. التلفزيون الذكي بيقدر يتصل بالانترنت لتشغيل تطبيقات زي يوتيوب ونتفليكس او اي منصة بث، يتعلم عاداتك ومفضلاتك ويقترح محتوى يناسب اهتماماتك باستخدام خوارزميات ذكية يسهل التحكم سواء بالريموت او بالصوت او حتى عن طريق الهاتف. يتكامل مع الأجهزة الذكية في البيت زي السماعات أو الإضاءة أو الموبايل. باختصار، السمارت تي في هو تلفزيون يفهمك ويخدمك، مش مجرد جهاز عرض. السؤال هنا، إزاي التلفزيون ذكي؟ أول حاجة الاتصال بالإنترنت عن طريق الواي فاي. بعد كده المعالج والرام زي الكمبيوتر بيتأكد إن التطبيقات شغالة بسرعة. وأخيرا واجهة المستخدم الذكية بتخليك تتنقل بين القنوات والتطبيقات والفيديوهات بسهولة. كل ده مع بعض بيقدر يفهم سلوك المشاهد ويقترح محتوى بناء على اهتمامك. التكنولوجيا ورا السمارت تي في. رقم 1، خوارزميات التوصية. يعني ايه؟ يعني تخيل كده انت قاعد على التلفزيون الذكي بتحب تتفرج على افلام اكشن زي نتفليكس وشاهد. اول ما تفتح التطبيق الخوارزمية تلاحظ انت بتتفرج على افلام اكشن اكتر من اي نوع تاني، بتحب افلام من ممثلين محددين او مخرجين معينين. بعد كده التطبيق بيبدأ يقترح افلام مشابهة. كل ما تستخدم التلفزيون اكتر الخوارزمية تتعلم عاداتك اكتر وتعرض لك محتوى اقرب لاهتماماتك بالظبط، وهي دي معنى الخوارزميات التوصية. رقم 2، التحكم الصوتي، الفويس كنترول. تقدر تقول شغل المسلسل والتلفزيون ينفذ اوامرك الصوتية. رقم 3، التكامل. مع الأجهزة الأخرى ممكن يتحكم في الإضاءة والسماعات وحتى الأجهزة الذكية في البيت. بقى كل حاجة في التلفزيون مخصصة لاهتماماتنا، ووقتنا على الشاشة أصبح أطول لأن التلفزيون بقى بيعرف بالظبط اللي عايزينه قبل ما نفكر. وفي الختام، من مجرد شاشة بتعرض أفلام وبرامج لتلفزيون بيعرفنا ويعرف اهتماماتنا، يقترح علينا ويتحكم في البيت الذكي. السمارت تي في مش مجرد تكنولوجيا، دي ثورة في حياتنا اليومية. ولو عايز تعرف أكتر عن الأسرار والتقنيات اللي ورا الشاشات الذكية ابقى تابعني في الحلقات القادمة، لأن كل حاجة هكشفها لك أسرارها وتفاصيلها. ولسه مكملين في سلسلة تطور الشاشات من مواصفات ومميزات. انتظروني في الحلقات القادمة، وأتمنى المتابعة والاشتراك في القناة عشان يوصل لك كل جديد.